السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات أم مرام. اليوم راح نديرو مع بعض كيكة طبقات وتحلية في نفس الوقت بذوق البرتقال. تجي هايلة وبنينة من وصفات رمضان إن شاء الله، من أروع ما يكون. نخليكم مع الوصفة. نحتاج في الوصفة عندنا 2 حبات بيض، واحدة خميرة حلويات، نصف كأس زيت، نصف كأس حليب دافئ، كأس ونصف فرينة، قشور برتقال، ومغرف صغيرة لافاني. بسم الله على بركة الله، نبداو مع الوصفة. هنا نجيبو البول نتاعنا ونضع 2 حبات بيض ونصف كأس سكر ومغرف صغيرة لافاني. نطلعو كل شي بالباتور حتى نتحصل على خليط أبيض. هنا بعد ما طلعنا البيض والسكر ولافاني نضيفو نصف كأس زيت تدريجيا. ثم نضيف قشور البرتقال. ثم نضيف نصف كأس حليب دافئ ونخلط كل شي مع بعض بهذه الطريقة. هنا نجيبو الصفاية نتاعنا ونغربلو كأس ونصف فرينة، واحدة خميرة حلويات، هنا نخلطو الخليط نتاعنا بالباتور بهذه الطريقة. شوفوا خليط الكيكة نتاعنا كيفاش جا. هنا نجيبو البلاطو تاعنا 30 على 25 وندهنوه بالزيت ونرشوه بالفرينة ونفرغو خليط الكيك بهذه الطريقة. هنا نسويو الخليط الكيك نتاعنا بهذه الطريقة. ثم نضع الكيك نتاعنا يطيب في الفرن. هنا باش نسقيو الكيكة نتاعنا نحتاجو الى الشاربات. نضيف نصف كأس سكر وكأس ماء وليطرونج تاع البرتقال والليمون بهذه الطريقة، ونخلطو كل شي بارد في بارد ونضعه على النار. هنا بعد ما يغلى الخليط الشاربات نتاعنا نحسبوا لها 5 دقائق ونطفيو عليها ونخلوها تبرد. هنا بعد ما خرجنا الكيكة نتاعنا من الفرن نسقيوها بالشاربات بهذه الطريقة. هنا نسقيو الكيكة تاعنا بالشاربات بهذه الطريقة. هنا نخلو الكيكة تاعنا تبرد ونجيو للطبقة الثانية. نحتاجو في الطبقة الثانية عندنا كأس كريم شونتي، كأس حليب، واحدة فرماج ريجيم. هنا نجيبو البول تاعنا ونضع كأس كريم شونتي وكأس حليب، واحدة فرماج ريجيم. نطلعو كل شي بالباتور حتى نتحصل على كريمة بقوام كريمي بهذه الطريقة.
هنا بعد ما طلعت الكريمة نتاعنا، شوفوا الكريمة نتاعنا كيفاش جات. هنا نجيبوا الكيكة تاعنا ونفرغوا عليها الطبقة الثانية بهذه الطريقة. هنا نسويو سطح الكريمة نتاعنا بالكوبات بهذه الطريقة. ثم نضعها في الثلاجة. هنا للطبقة الثالثة نحتاج عندنا عطر برتقال، كأس عصير برتقال، مغرف كبيرة مايزينا، مغرف كبيرة سكر. هنا نجيبو الطاوة نتاعنا ونضع كأس عصير برتقال، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة مايزينا. نخلطو الخليط نتاعنا بارد في بارد، ثم نضعه على النار حتى تتقال معانا الكريمة مع التحريك المستمر. هنا بعد ما تقالت الكريمة نتاعنا نضيف قطرات من عطر البرتقال. هنا نضع كريمة البرتقال كطبقة ثالثة بهذه الطريقة. هنا نسويو سطح الكريمة نتاعنا بهذه الطريقة. ثم نضع التحلية نتاعنا تبرد في الثلاجة. هنا بعد ما بردت معانا التحلية نتاعنا، التزيين يبقى اختياري. انا زينت هنا بكريم شونتي وشرائح البرتقال وسوغيز وبذور الشيا. شوفوا تحلية الطبقات نتاعنا كيفاش جات. صدقوني هاد الوصفة تجي من اروع ما يكون، تجي هايلة وبنينة وكريمية من تحليات رمضان ان شاء الله، من اروع ما يكون. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، واذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.